أهلا بكم متابعينا. بعد سلسلة الفضائح التي دارت حول تيك توكرز دنيا الصيفية من فيديوهات لا أخلاقية مسربة، خرجت هذه الأخيرة بتصريحات أثارت الجدل من جديد، حيث برباطة جأش أكدت أن الفيديوهات المسربة لها قديمة، وتحدث الجميع بعبارة جيبوا جديد، متناسية الفئة التي ساندتها في محنتها. لكن الغريب في الأمر أن آخر الفيديوهات المسربة صورت بآيفون 14 برو، وهو ما يكذب ادعاءاتها بأنها قديمة. بل ذهب البعض بأن دنيا الصيفية تبحث عن البوز والترند من أجل طلب اللجوء إلى فرنسا كمضطهدة في المجتمع بعد أن شوهت صورة المرأة الجزائرية العفيفة. حتى تعليقات العرب نحوها يظنون بأنها مغربية لعدم تصديقهم بأن الجزائريين يسمحون بتصرفات مثل تصرفاتها.